قبل ما نشوف الخناقة الجامدة جدا ما بين لعيبة برشلونة وريال مدريد في نهاية المباراة، تعالوا نشوف أهداف المباراة الأول، وبعد كده اتفرجوا بقى على الخناقة كاملة بتصوير الجماهير. ده هدف كيليان امبابي الأول اللي سجله في بداية المباراة، وبعد كده فيرمين لوبيز بيسجل هدف التعادل لبرشلونة عشان تبقى النتيجة 1-1. مباراة كانت قوية جدا من الفرقتين، وريال مدريد تفوق في أوقات وبرشلونة تفوق في أوقات. بعد كده بيلينجهام بيسجل هدف الفوز. الهدف الثاني ريال مدريد تمركز خاطئ من لعيبة برشلونة في الدفاع. مباراة قوية جدا زي ما احنا شايفين. الهدف الفوز لريال مدريد من بيلينجهام، مفيش رقابة خالص على بيلينجهام. دي طبعا الخناقة، ونشوف دلوقتي الخناقة جامدة جدا ما بين لاعبي الفريقين. اسيبكم تتابعوا الخناقة.